الخير، اهلا بيكم مع حلقة جديدة من برنامجكم بدون رقابة نت. اول شبكة قنوات تلفزيونية نت في الشرق الاوسط. هو في الحقيقة في العالم، بس الواحد بنتواضع، احنا ما بنقولش في العالم، بنقول في الشرق الاوسط. مفيش شبكة قنوات تلفزيونية نت في العالم غيرنا. لكن في الابتكار اللي هو احنا معتمدين عليه او صنعناه، يعني معتمدين عليه بمعنى صنعناه، معتمدنا عليه فيما يتعلق بموضوع شبكة قنوات. هذا الابتكار له تطبيقات عديدة في مجالات اخرى غير مجال الاعلام. الابتكار ده عبارة عن بث حي مباشر عام، غير محدود العدد، غير محدود عدد المشاهدين، مباشر لايف حي. ده مواصفات مش موجودة غير في الابتكار بتاعنا، واللي احنا مطبقينه في مجال اعلام في شبكة قنوات توت. اهلا بيكم في بدون رقابة نت. طبعا بدون رقابة نت الموضوع مختلف جذريا عن بدون رقابة فضائية اللي كان في التلفزيون المصري زمان. يعني اول حاجة طبعا ان هنا نقدر نتكلم مع بعض، يعني المشاهد والمذيع والضيف يقدروا يتكلموا مع بعض بشكل مباشر دون احتياج لتكنولوجيا اخرى. يعني مش محتاج للتليفون عشان يتصل ويسمحوا له ان هو يتكلم او ما يتكلمش، او بعض المحطات او بعض البرامج بتختار ناس معينة هي اللي تكلمها وتتصل بيها ويسمحوا لها ان هم يتدخلوا مع المذيع او مع الضيف. عندنا هنا كل اللي موجود على الانترنت يقدر يشارك في اي برنامج من البرامج دون استخدام اي وسيلة، ودون رقابة تمنعه او تجيز له او تسمح له بان هو يشارك او ما يشاركش. هو يقدر يشارك على طول. المشاركة من خلال 3 اشكال: يا اما بيشارك بانه بيكتب على الشات، يا اما بيشارك بانه بيطلع بالصوت والصورة مع المذيع كأنه قاعد معاه في مكان واحد، او بيشارك بالصوت بس، لان في بعض الناس ما بيحبوش يشاركوا بالصوت والصورة. ده يعني احدى مزايا تلفزيون النت. طبعا في مزايا كتير قوي. ان التلفزيون النت ده بيتشاف في كل العالم، مش زي الفضائيات اللي مرتبطة بقمر صناعي بعينه. مثلا اذا كان مايل سات فيبقى حتة صغيرة من الكرة الارضية هي اللي تشوفوا بس، اللي هي منطقة الشرق الاوسط. انما الانترنت زي ما انتم عارفين بيغطي كل العالم. كمان المذيع او المذيع مش محتاج ان هو استوديو واجهزة ومعدات وشغلانة كبيرة جدا ويروح لغاية القناة. يعني اذا كان في زحمة وسكة بتاخد وقت ومرور ومشاكل وكذا، او الضيف كمان لو رايح يحضر حلقة، كل ده احنا مش محتاجينه، لان كل واحد بيقدر يطلع من بيته او من مكتبه ايا كان بيته ده فين او مكتبه ده فين، سواء داخل مصر او خارج مصر، اسكندرية، اسوان، اسيوط، القاهرة، الجيزة، اي حتة، او في اي دولة عربية، دولة اوروبية، دولة في امريكا، في كندا، في استراليا، في اليابان، في الصين، في اي حتة، طالما عنده كمبيوتر وانترنت وويب كام او الكاميرا بتاعت اللابتوب او اي كاميرا، يعني يقدر يطلع من مكانه دون ما يضيع وقت خالص. يعني لو هيطلع يتكلم ربع ساعة يبقى هم الربع ساعة بس هو اللي انما في التلفزيون العادي بيضيع 3 ساعات عشان يطلع يتكلم ربع ساعة. في مزايا كتير انا مش مصدق اتكلم عنها النهاردة، انما في الحقيقة في موضوع يعني مصر كلها بتتكلم فيه، وكل الناس اتكلمت في الموضوع واتكلموا فيه من كل ناحية، والموضوع اصبح يعني زي مغارة علي بابا كده، كله الغاز وسكة تطلع من سكة تدخل في سكة وتفك اللغز ده تلاقي لغز ثاني وهكذا. انا طبعا بتكلم على الامريكان اللي سافروا بالطيارة بعد ما كان في قرار من القضاء بمنعهم من السفر. طبعا القضية ذاتها كلها على بعضيها كده عبارة عن لغز مليان جوه الغاز، بس احنا عايزين نلقي نظرة عامة عشان نطلع من الغرزة دي اللي هي تفك العقدة دي، تلاقي عقدة هنا، تفك العقدة. يعني ايه الموضوع ده؟ الموضوع ده ببساطة شديدة جدا ناجم عن
حالة من الطمع، يعني ممكن نسميها الطمع. بمعنى ايه الطمع؟ ان انت ما تعملش اجراءات واضحة مع الناس اللي معاك، الناس اللي بيشتغلوا معاك مثلا في الشركة، او اللي في الهيئة، او اللي كذا او اللي كذا، بحيث في اي وقت تقدر تفصلهم، تقدر تعمل معاهم اي اجراء، لان انت مش عامل معاهم عقد واضح محدد. ده الاسلوب ده بيتبع من زمان، يعني من قبل الثورة بكتير، بعشرات السنين، اللي هو يسيبوا الحاجة موجودة، فتبقى الحاجة موجودة بس في اي وقت ممكن تبقى مش موجودة. يعني مثلا ايه، هو معهوش ترخيص، المفروض ان في اجهزة ومؤسسات للدولة بتسمح للي معاه ترخيص انه يشتغل، واللي ما معهوش ترخيص ما يشتغلش. هم بقى ايه، منيمين الاجهزة بحيث ناس معهاش ترخيص تشتغل سنة واثنين وثلاثة واربعة. المنظمات دي اللي اتحولت للجنايات وكده، فيهم ناس بيشتغل بقالهم 11 سنة، زي المنظمة اللي فيها الزميل الصحفي في الاهرام، بيقول لك بقالي 11 سنة بتشتغل، وفي ناس بقالها 5 سنين، وفي ناس مش عارف بقالها 10 بقى ايه، يعني بتتناقل الاخبار. وقدموا طلبات بترخيص وعدى على الطلبات دي 60 يوم وما خدوش الموافقة، بس ما خدوش رفض. يعني لا قالوا لهم لا ما تشتغلوش، ولا قالوا لهم اشتغلوا، سابوهم كده. زي المثل اللي حصل مع الجزيرة مباشر مصر. الجزيرة مباشر مصر شغالة من بعد الثورة، شغالة، جم في وقت معين قالوا ايه، الجزيرة مباشر مصر تقف عشان معاها ترخيص. طب ما هي كانت شغالة وفي اجهزة مسؤولة، المفروض يعني لو حاكم الاجهزة المسؤولة، انت ازاي سايب الجهة الفلانية تشتغل بدون ترخيص؟ ده في الحقيقة. لكن انا مثلا لو بشتغل بعمل نشاط معين وقدمت الاوراق وعدى 60 يوم وما قالوليش لا ما تشتغلش، هشتغل على اعتبار ان في حالة مرور 60 يوم يبقى في موافقة ضمنية. جايز هم مش فاضيين بقى، مشغولين، دي شغلتهم مش شغلتي انا. لكن لو خلال ال 60 يوم قال لي لا ما تشتغلش، ولو اشتغلت هتقع تحت طائلة القانون وانا بمنعك من العمل، ويبقى عنده اجهزة للرقابة وكذا تطلع وتفتش وتشوف شغال ولا مش شغال، والنشاط بتاعه يعني النشاط موجود، يعني هو مش بيشتغل تحت الارض يعني. مع ان في ناس بقى كانت بتشتغل تحت الارض ودلوقتي بتشتغل فوق الارض وما عندهاش تراخيص وايه وشغالة وما فيش مشكلة. ابرز مثل طبعا بيتداول دلوقتي على نطاق واسع هو جماعة الاخوان المسلمين، اللي هي كانوا يقولوا عليها الجماعة المحظورة، شغالة وعندها مقر كان في المانيا اللي بتجتمع فيه، وبعدين دلوقتي في المقطم وكل ده. جماعة الاخوان المسلمين ما عندهاش ترخيص معين، ويمكن يعني ده من ابرز الامثله. وفي منظمات كتير وجمعيات كتير شغاله بدون ترخيص. يعني دي مسؤوليه الدوله، دي نمره واحد. نمره اتنين، ان الاسلوب ده بيتبع من زمان، عشان زي ما كنا بنقول انه في وقت معين يقدر ايه، يقول له تعالى بقى انت معكش ترخيص. يعني دايما حاطط له الايه، السكينه على رقبته. في الحقيقه الاسلوب ده مش مفيد، ويجب انه ينتهي بعد الثورة. في الوقت الجديد اللي احنا فيه ده، مصر الجديدة دي، يجب انه الاسلوب ده ينتهي، يا اما يشتغل يا اما ما يشتغلش. اذا طلبت منه طلبات معينة وعملها واشتغل، اوكي يبقى اشتغل، ما عملش يبقى ما اشتغلش. انما ان انت تسيبه يشتغل وتفضل حاطط سكين على رقبته، اي وقت بقى انت عايز تستخدم السلاح ده في اي وقت تقوم تستخدمه وتقول له مش عارف ايه. اديكم شايفين يعني جاب نتائج شكلها عامله ازاي على المستوى المحلي، على المستوى الدولي. يعني حاجه، يعني طبعا معظم الناس بيتكلموا عن كارثه او فضيحه او كده. في مثل شعبي مصري جميل قوي، يقول لو بيت ابوك وقع خد طوبه واجري. يعني ايه، لو ابوك عنده بيت وانت يعني عايش معاه في البيت ده، وبعدين البيت ده جاي يقع، اخطف طوبة واجري قبل ما البيت يقع عليك، بس خد لك طوبة. الطوبة هنا رمز خد لك اي حاجة يعني، وانت بتجري خد معاك اي حاجة، خد شنطة، خد فلوس، خد اي حاجة وانت بتجري، يعني بحيث ايه البيت يقع ما يقعش عليك، ويبقى انت برضو اخدت حاجة. الحالة اللي عايشة فيها مصر النهاردة
في تقديري ان هي شبه المثل ده. ابو مين بقى النهاردة اللي بيحاول يستفاد من المأزق اللي احنا وقعنا فيه، المأزق بتاع ان لن نرقع ولن نسجد ولن نعمل ولن نسوي، وفي ثانية طيارة سافروا. طبعا اللي كان بيقول لن نرقع ده ما اعرفش يعني بقى في منهم بقى اللي اخد طوبة، يعني كل واحد بيحاول ياخد طوبة ويجري يعني. السيد الدكتور جنزوري رئيس الوزراء قال لك انا السلطة التنفيذية ملهاش دعوة بالموضوع، مع ان وزارة العدل دي احدى وزارات مجلس الوزراء اللي هو رئيسه وزارة العدل، واللي حصل ده كله له علاقة بالقضاء، له علاقة بالضغوط، له علاقة بالسياسة بكذا بكذا بكذا، كل ده جواه. وزارة الخارجية جواه، وزارة التعاون الدولي والسيدة الوزيرة فايزة بن نجل اللي حدوتها حدوتة دي تبعه. فبرغم كده يقول لك انا ماليش دعوة، السلطة التنفيذية مالهاش دعوة بالموضوع ده. برضه بياخد طوبة ويجري، او بيجري وياخد طوبة. مجلس الشعب، مجلس الشورى، كذا صحفيين بقى ومناضلين وثوريين. الثوريين الجدد انا بسميهم الثوريين الجدد، في ثوريين حقيقيين طول عمرهم بيناضلوا وبيدفعوا ثمن، وفي ثوريين الجدد بقى اللي هم مش كانوا ماشيين جنب الحيط، ماشيين جوه الحيط. عارفين انتوا في شقوق كده في الحيط، ففي كائنات معينه بتعيش في الشقوق دي. في ناس كانت عايشه مش ماشيه جنب الحيط، لا ده يعني جوه الشقوق، فطلعوا وبيبقوا يعني في كل موقف بيبدوا بقى يعني مدى ثوريتهم يعني. دول بسميهم الثوريون الجدد. طبعا دول بخلاف الثوريين الحقيقيين. عموما زي ما بقول، حكاية ان انت تسيب حاجة متعلقة عشان خاطر تستخدمها وقت ما تعوز، يجب ان احنا ننتهي بقى من المنهج ده، لانه ده منهج قديم وبالي ومش هينفع في حالة العالم اللي انفتح على بعضه ده كله، والانترنت وقرية صغيرة والكلام ده كله. ما عادش بقى ينفع ان انت تعمل الحكاية دي، لان ببساطة هيقول لك طب انت ما منعتوش ليه؟ هو شغال بقى له كذا سنة، وبعدين هو قدم اوراقه وانت ما وافقتش، فيا اما تقول له ما تشتغلش يا اما توافق له. انما ان هو يقدم وانت ما تردش لا ولا بلا، خلاص ما عادش ينفع الاسلوب ده كتير جدا يعني. لكن زي كل حاجة في السياسة هي دايما لها وجهين، وجه الناحية وجه الناحية. بيبقى في وجه اللي هو المعلن، بيبقى في وجه اللي هو الخفي اللي تحت. الوجه المعلن الكرامة الوطنية والاستقلال والكذا. طبعا يعني كثير من الجرائم بتتم باسم الحب، كثير من الجرائم بتتم باسم الحرية، كثير من الجرائم بتتم باسم الكرامة الوطنية والاستقلال الوطني في الحقيقة يعني. لان دايما اللي هو الاستخدام السيء للشيء، يعني زي الرياضة كده ممكن تستخدمها عشان تعمل بيها حاجات وحشة، الفن تستخدمه عشان تعمل بيه حاجات وحشة، الدين تستخدمه عشان تحقق برضه حاجات مش كويسة. الاستخدام السيء للشيء اللي هو يقول لك السكينة دي ممكن تخرط خيار وبصل وتطبخ والناس تاكل وممكن تقتل. فالسلاح ده دايما كل شيء ممكن يتحول الى شيء كويس او وحش حسب استخدامك له. الاستخدام اللي تم في موضوع مهرجان الكرامة الوطنية في الحقيقة كان شيء موجع جدا، لانه بيهدر قيمة الشيء. يعني المفروض ان الحاجات اللي ذات قيمة دي، الكرامة، الشرف، الامانة، الاخلاص، الدين، القيم، المبادئ، كل دي حاجات ما يجبش ان احنا نستخدمها عمال على بطال كده ونستخدمها لاغراض سيئة، لان ده يعني بيشوه هذه القيم النبيلة. يعني زي الحب كده، ما ينفعش حد يستغل الحب بانه يحقق اغراض غير نبيلة باسم الحب او باسم الصداقة او باسم الاخلاص او باسم الوطنية او باسم الدين او باسم الرياضة او باي اسم. يعني ما يجبش ان احنا نستغل الاشياء العظيمة المحترمة القيم النبيلة نستغلها بشكل سيء. ده احد النماذج اللي حصل، ده احد النماذج للاستغلال السيء لموضوع الكرامة الوطنية.
زي ما كنا بنقول في السياسة بيبقى في حاجتين، حاجة قدام وحاجة ورا. الحرب العالمية الاولى والحرب العالمية الثانية مات فيها مئات الملايين من الشباب، ما كانش الاسباب دينية لان كان معظم الدول المتحاربة كلها شعوبها وجنودها وضباطها بيدينوا بالدين المسيحي، ورغم كده قتلوا بعض يعني بمئات الملايين. يعني وكذلك امثلة عديدة ملهاش اول ولا اخر، بيبقى في هدف تاني ورا الاهداف اللي هم يقولوها. يعني يقول ان احنا هنحرر بلدنا، مش عارف يفتعل خناقه مع حد دولة مجاورة عشان خاطر يعتدي عليها، عشان عايز يحتل ارضها، عشان عندها بترول او عندها ثروات معدنية او عندها قوة بشرية يدي عاملة رخيصة او ايا كان الاسباب. لكن هو يجيب ده دايما بالوطنية بالحاجات اللي زي كده، او يفتح خناقه معينه، ده قال علينا كذا وده يمس الكرامه الوطنيه وبتاع، وشان الحرب عشان هو عايز يستغل. زي مثلا امريكا ما عملت مع العراق. ايه سبب ان بوش موت يعني مئات الالوف من العراقيين ولا حد حكمه طبعا، لان في السياسه ما فيش حاجه اسمها الحق، في حاجه اسمها القوه. يعني لو واحد قتل واحد بيشنقوه او ياخد مؤبد لو البلد دي ما فيهاش اعدام. طب بوش كم موت كم واحد في افغانستان وفي العراق؟ فهم عملوا له ايه؟ العراق دي عملت له ايه؟ سيبك من صدام يعني ديكتاتور وكذا وكذا، يعني ده موضوع تاني. بس هو الناس اللي موتهم ما هماش صدام، ده مواطن عادي، ناس ولاد وبنات وستات ورجاله واطفال اتقتلوا في العراق بسبب الغزو الامريكي للعراق. مين عمل ايه لبوش؟ ولا حد عمل حاجه لبوش. بوش عايش يعني عادي جدا مفيش اي حاجه، مع ان بقول لك لو واحد قتل واحد بياخد اعدام او ياخد مؤبد. ده قتل كام واحد وما خدش حاجه. دي السياسه، القوه. لكن لو الحق، بوش ده المفروض بقى يعدم، يعني شوف قتل كام واحد يعدم زيهم يعني. طبعا ولا ادم ولا حد جازهم. كمان في السياسه كده احنا بصدد صورة عامة ملخبطة في مصر حوالين موضوع الامريكان اللي كانوا متهمين في قضية او ما زالوا متهمين في قضية الحصول على تمويل اجنبي والعمل بدون ترخيص. ده الناس دي سافرت والدنيا اتلخبطت ومحدش فاهم يعني ايه الموضوع ماشي ازاي ولا جاي منين ولا رايح فين. يا ترى ايه بقى ايه اللي ورا ده؟ ايه اللي ورا ده؟ يعني طبعا الوزيرة فايزة بالنجا يعني قايمة بالدور 100 يعني الكرامة الوطنية ورئيس الوزراء برضه يقف لن نرقع وبتاع، وبعد كده ركبوا الطيارة ومشوا. ايه بقى الموضوع ان من 52 من سنة 1952 لغاية النهاردة حصل في 52 انقلاب عسكري ايده الشعب، نتيجة ان المبادئ اللي طرحها هذا الانقلاب لقت قبول عند الشعب. الناس حبت المبادئ الستة اللي اعلنتها قيادة الضباط الاحرار، فالشعب كله ايد هذا الانقلاب، فتحول من انقلاب الى ثورة. من 52 لغاية النهاردة النظام ده اللي هو النظام العسكري ده هو اللي بيحكم مصر كشريك اساسي، ومعاه شركاء ثانويين او شريك ثانوي. يعني في فترة عبد الناصر شريك ثانوي بمعنى ما، معظمه من التكنوقراط او البيروقراطيين وكذا، وفترة السادات بقى رجال الاعمال والطفيليين تحديدا يعني، واستشروا بقى وكبروا ونموا في فترة مبارك. ايه بقى اللي جد؟ عشان يعني دايما لما تيجي تبحث ايه يعني ايه السر ورا الموضوع ده اللي انت مش قادر تفهمه، شوف ايه الجديد في اللحظة دي. الجديد في اللحظة دي ان الاخوان المسلمين صاعدين للسلطة بعد ما كانوا الجماعة المحظورة، دلوقتي بقوا خلاص على وشك ان هم تولوا السلطة. اخذوا الاكثرية في مجلس الشعب، التيار الاسلامي في المسلمين بدأوا ياخدوا السلطة، اللي هم اصلا كانوا زيهم الجمع المصري اخذوا السلطة، فدول هيبقى مصر في السلطة
يعني لازم هيبقوا الشركاء للعسكرية او اللي بتحكم من 52 لغاية النهاردة، بتحكم عبر اشكال مدنية طبعا، يعني مجلس وزراء مدني، مجلس الشعب مدني وكذا، ولكن المؤسسة هي المهمة الرئيسية في الاثنين، ولكن الرئيس هو المفاعل. تسأل النهارده على جديد اللي هو امبارح دور بقى تشكل. طبعا كان مهم مين يحكم مصر، هو اهم حاجة يهمهم المصالح دي، قانون العلاقات بين الدول، المصالح الامريكية تتحقق خلاص، مش مهم مين يحكم، محمد علي ابراهيم احمد خميس اي حد يحكم طالما بيحقق لي المصالح انا كولايات متحده امريكيه، يبقى انا موافق معاه. بدات الولايات المتحده الامريكيه تمد جسور الصداقه والعلاقات والتفاهمات مع الاخوان المسلمين ومع قوى اسلاميه سياسيه اخرى، وبالتالي بدأ يبرز الدور او المساحة اللي هياخدها الاخوان المسلمين في حكم مصر. فاكرين اللي حصل في تركيا، كانت المؤسسة العسكرية هي الرئيسية، ثم جم الاسلاميين كونوا حزب وبدأ ينمو لغاية ما كبر، وبعدين كسب في الانتخابات، فبقى في يعني صدام بين التيار الاسلامي اللي بدأ يحكم وبين السلطة العسكرية في تركيا. احنا مش واصلين للحالة دي، ولكن احنا شبه كده. السلطة العسكرية اللي بتحكم من 52 لغاية النهاردة عبر اشكال مدنية، عبر ادوات مدنية، النهاردة هي بتواجه بان في بقى قوة جديدة اللي هي قوة الاسلام السياسي، وعلى رأسها الاخوان المسلمين، هتبدأ تشاركها في الحكم. طب ده هياخد قد ايه وده هياخد قد ايه؟ حتة التفاوض دي هي دي اللي بتبقى يعني فيها بقى نوع من ده يضغط على ده وده يضغط على ده. امريكا هنا موجودة بقوة في المشهد لانها مؤثرة جدا، سواء بقى بانها تقوي الاسلاميين، يعني تدعم الاسلاميين، او تستمر في تدعيم السلطة العسكرية اللي هي على علاقة قوية بيه. فحصل استخدام بقى لمجموعة منظمات امريكية لها فروع في مصر بتعمل بدون ترخيص بنفس الطريقة القديمة اللي احنا قلنا عليها، وبالتالي يبقى نضغط كده عشان نوريهم برضو ان احنا يعني موجودين وجامدين ونقدر نفيدهم او نضرهم او بتاع. هي طبعا ما اتحسبتش صح بدليل النهاية المأساوية اللي حصلت. اعتقد ان ده ببساطة المشهد بشكل عام، اللي هو السلطة العسكرية اللي بتحكم من 52 وبروز تيار جديد بدأ يبقى له مكانة في السلطة. المكانة دي هتبقى كام في المية بقى؟ 20%، 30%، 40%. هنبدأ بقى نحط الدستور ونحدد الصلاحيات والادوار المختلفة، هنبدأ نختار رئيس للجمهورية. فدي يعني منطقة بقى حساسة بين القوتين دول، خناقة يعني بمعنى، بس بالمعنى الناعم لكلمة خناقة. ده بيفرق، بيوري له قوته وده بيوري له قوته، ولكن الاثنين في حالة ضبط نفس. يعني تلاحظ ان الاخوان المسلمين من بعد الثورة وهم ضابطين نفسهم، عندهم حالة ضبط نفس. يحصل مش عارف مين ضرب في محمد محمود في مجلس الوزراء في كذا، يقولوا لا مش هنشارك في الملك عرض وكذا، ثم يتوقفوا عند حدود معينة وهكذا. يعني في حالة ضبط النفس. كذلك المجلس العسكري تجاه الاسلاميين مش بس حالة ضبط النفس، حالة فتح الباب، يعني الترحيب، ولكن الترحيب بشروط ان انت يعني احبك بس مش اكتر من نفسي. ده دايما كده، يعني احبك بس ما احبكش اكتر من نفسي. فالموضوع تقسيم بقى السلطة، التحالف ده، العلاقة دي اللي بتتشكل في مصر النهاردة هي اللي ورا بقى الحدوتة دي كلها. طبعا في هدف يعني جانبي كده على الماشي، يعني يقول لك برضو في الامثال المصرية فرح جنب طهور اللي هو الختان.
يعني الناس البسطاء لما يكون عندهم يعني هيعملوا ختان لابنهم او لبنتهم فيجوزوا الولد او البنت كمان في نفس المناسبة، بحيث يبقى فرح واحد فيوفروا في التكلفة يعني. فبرضه على طريقة فرح جنب سهور، جنب الهدف الاستراتيجي الكبير ده بتاع ان احنا اهو ورسالة موجهة لامريكا يعني قوية او اعتقد انها تكون قوية، بحيث يعني ايه تبص لي بعينها بص لك باتنين. كان جنب ده في هدف تاني ثانوي اللي هو الفرح اللي جنب السهور، اللي هو ان بقى الثوار دول والثورة دي والناس دي والشباب دي و6 ابريل. بمناسبة 6 ابريل طبعا جماعات المجتمع المدني لعبت دور خطير، دور وطني عظيم، سواء قبل الثورة او بعد الثورة. لكن طبعا في ممارسات يعني سلبية داخل هذه المنظمات، انا شخصيا اعرف ده بشكل مباشر يعني، لكن ده ما ينفيش يعني الاساس في الموضوع الدور العام، الدور الوطني اللي بتلعبه هذه الجماعات. كون في بعض الممارسات السلبية يعني حاجات كده نبقى نتكلم عنها بعدين، دي ما بتنفيش الدور الوطني العظيم اللي بتلعبه منظمات المجتمع المدني والثمن الغالي اللي بيدفعوا اعضائها ومؤسسيها وكذا. لكن نرجع لموضوع فرح جنب سهور ده. كان في السكة بقى ايه ان احنا يعني كمان ايه واحنا بنوجه الرسالة دي لامريكا ونقول لها احنا نقدر نعمل كمان في السكة ايه نلطش كده الجماعة بتوع منظمات المجتمع المدني دول وكده، زي ما حصل مع 6 ابريل قبل كده وبعد كده. يعني 6 ابريل طبعا اخذ الشو الاكبر من الاضطهاد الاعلامي والتشويه وكده، ده نتيجة طبعا لدورها المتنامي من قبل الثورة من 2008 من ايام مظاهرات المحلة لغاية النهاردة. اكبر نصيب من التشويه بيصيب 6 ابريل، واعتقد ان 6 ابريل يعني نقدر نقول عليها برضو ببساطة حركة 6 ابريل المحظورة، وبالتالي نقدر نتوقع برضو ببساطة ان احنا كده نقدر نعرف مين اللي هيحكمنا بعد الاخوان المسلمين. برضو الاخوان المسلمين كانوا الجماعة المحظورة، وبعدين دلوقتي هم بقى اللي يعني في وش الحكم يعني. التشويه اللي حاصل بشدة ل 6 ابريل والدور طبعا العظيم اللي عملها 6 ابريل من 2008 لغاية النهاردة، ده بيقول ان حركة 6 ابريل يعني يليق بها ان احنا نقدر نقول عليها انها دلوقتي حركة 6 ابريل المحظورة بين قوسين طبعا، ونتوقع ان هي اللي تحكم مصر خلال الفترة القادمة بعد فترة الحكم الاخوان اللي هم يعني هيلعبوا فيه دور رئيسي. يعني ما اعرفش هم هيقعدوا قد ايه، ومحدش يقدر يقول هم هيقعدوا قد ايه الحقبة دي، لان الحقبة دي في المنطقة العربية كلها مش في مصر بس، هو صعود التيار الاسلامي السياسي، وده حقه طبعا لانه بذل مجهود على مدى عشرات السنين وقدم تضحيات وعنده وجهة نظر وعنده نظرية بغض النظر نتفق معاه او نختلف معاه، لكن من حقه ان هو ياخد الفرصة دي ويمارس، واحنا كمان من حقنا ان احنا ننتقده او نعمل بقى مظاهرات ضده، نعمل 25 يناير الثاني ضده ونثور عليه او نؤيده. يعني اعتقد ان اي حد عادل لازم يشوف ان نضال جماعات الاسلام السياسي في كل المنطقة العربية على مدى سنوات طويلة هي اللي وصلتهم للحالة دي، واسباب كتيرة جدا طبعا ضمنيا يعني، لكن في الاخر هم وصلوا ومن حقهم ياخدوا فرصتهم، واحنا من حقنا كمان او من واجبنا ان احنا نراقبهم ونوجه لهم النقد او التأييد او كذا حسب الحالة، يعني بدون حالة الهلع اللي انا ملاحظها عند ناس كتير قوي من وصول الاسلاميين للسلطة. هيذبحونا بقى، هيمنعوا البتاع، هيعملوا في الحقيقة دي حالة هلع نفسية، صدمة نفسية، لان ما كانش حد متخيل
اصلا ان 25 تبقى ثورة، وبعدين بناء عليها بقى محدش متخيل ان الاخوان المسلمين والسلفيين وكده في يوم وليلة هيحكموا مصر. فدي صدمة، الصدمة دي عاملة حالة من الهلع. انا اعتقد ان الحالة دي هتزول في الممارسة العملية، لان هم هيتطوروا الممارسة غصب عنهم هتخليهم يطوروا افكارهم، الافكار الشاذة بقى والمتطرفة وكذا تبدأ تتأقلم، عشان دول بيقودوا مجتمع يعني حاجة بقت حقيقية، مش مجرد يعني معارضة قاعدة تقول شعارات، لا هيمارس بقى. فالست اللي هتنزل السوق عشان تشتري خضار او كده يا اما هتدعي عليهم يا اما هتدعي لهم، والعامل اللي بياخد اجر مش مقضيه ولا مقضي عياله وابنه العيان اللي مش عارف يعالجه، والتعليم اللي بايظ ولا كويس، كل ده هيبقى في حجرهم. فهم غصب عنهم من بكررها لازم في الممارسة هيحصل تطوير لادواتهم لفهمهم لنضجهم لكذا. وده حاصل مع الاخوان المسلمين طبعا زي ما انتم شايفين بفترة كبيرة اكتر بكتير طبعا من النور، لان النور ما مارسش سياسة، وبالتالي هو لسه في المنطقة المثالية الرومانسية النظرية. اول ما يمارس هيبدأ يشوف بقى ان الموضوع مش بالبساطة اللي هو متخيلها يعني. اتمنى ان احنا نكون يعني لمينا كده الموضوع بتاع الناس اللي سافروا على فجأة دول وعملوا لنا صدمة، وكل الناس يعني قاعدة تتبرأ من وتتهم وكذا، يعني كل واحد بيحاول ياخد طوبة ويجري. نشوفكم ان شاء الله يوم الحد الجاي الساعة 8 مساء. بشكركم وعلى لقاء الاحد القادم ان شاء الله، وهكملوا بعد شوية مع زميلنا طارق سمهوري من الاردن، ومعاه فنان مصري جميل. ارجو ان انتوا تتابعوا معاه ان شاء الله. بشكركم.